كل يوم كان بتعدي من نفس الشارع، بنفس السلة، بنفس الابتسامة. بس في يوم السلة كانت فاضية والابتسامة ماتت، وريحة الورد كانت ريحة دم. الساعة كانت داخلة على 8 الصبح. شارع الجنينة في حي المعادي لسه بيصحى على صوت عربية العيش وخبط الجرايد على البيبان وخرير المية اللي بينزل من فوق مع غسيل الستات. لكن النهاردة كان في حاجة مختلفة، حاجة مش راكبة على الجو. أول واحد شافها كان عم رمضان، البواب العجوز بتاع العمارة رقم 6. كان طالع يرش مية قدام العمارة، وهو بيكح ويمسح عرقه لقى سلة الورد مرمية على الأرض. مش كده وبس، كان في دم سايل على الرصيف، ولا ريحة الورد غطته، ولا حتى شمس يوليو عرفت تنشفه. رمضان صرخ: يا ناس، يا عالم، حد يلحق، دي ناهد بياعة الورد. الضابط حسن الدمنهوري ما كانش لسه شارب أول فنجان قهوة لما جاله البلاغ. جريمة قتل في شارع الجنينة، الضحية ست بياعة ورد اسمها ناهد. تمام، أنا جاي. وصل بعد نص ساعة، لقى الزحمة عاملة طوق حوالين الجثة. ست ملفوفة في طرحة حمراء، عينها مفتوحة وإيدها ماسكة وردة. في أثر طعنة في جنبها الشمال، بس الأغرب مفيش أي مقاومة، كأنها كانت مستنية تموت. وقف الضابط حسن جنب الطب الشرعي وسأل: الوفاة من إمتى؟ تقريباً من حوالي ساعتين، والطعنة واحدة بس في الكبد، قاتلة وسريعة. والتحرشات اغتصاب أو اعتداء؟ لأ، الجثة سليمة من أي اعتداء جنسي. طيب الفلوس، السلسلة، أي حاجة اتاخدت؟ كل حاجة في مكانها. يبقى دي مش سرقة ولا اغتصاب، دي جريمة قتل متعمدة. بدأوا يسمعوا الشهود. أول واحدة كانت أم بسمة، جارتها في الحارة. ناهد كانت بنت مؤدبة، لا ليها في الرجالة ولا في الكلام الوحش. كل يوم الصبح تبيع ورد، ترجع آخر النهار وبس. ليها أهل، عندها أخ صغير اسمه مصطفى، شغال في كشك سجاير. نادى الضابط على مصطفى، ولد في آخر العشرينات، وشه مصفر وعينه مجروحة من كتر العياط. ناهد كانت كل حياتي يا باشا. بعد ما منى ماتت هي اللي ربتني. كان ليها مشاكل مع حد؟ إطلاقاً. رجع الضابط بص لنفسه في المراية وقال: يبقى أول زيارة لمدحت السباعي. وصل الضابط حسن لمحل مدحت السباعي في شارع 9. واجهة المحل لمعها مليانة موبايلات، ووراها مكتب زجاجي واسع قاعد فيه مدحت. راجل في أواخر الأربعينات، لابس بدلة شيك وشعره متسرح بعناية، وعينه من النوع اللي ما يطمنش. دخل حسن وساب الكارنيه على المكتب. صباح الخير مدحت بيه. صباح النور يا باشا، تحت أمرك. عايز أتكلم معاك شوية عن ناهد. ناهد؟ أيوة، ناهد بياعة الورد. البنت اللي بتلف في الشوارع، اللي اتقتلت النهاردة الصبح. مدحت اتحشر الكلام في زوره، لكن ابتسامته الباردة ما اختفتش. وأنا مالي يا باشا؟ من 6 شهور هي شهدت ضدك في قضية تحرش، والكلام ده اتقفل خلاص. اتقفل، بس ناهد ماتت وطريقتها ما تقولش إنها صدفة. قصدك إيه؟ أقصد إنك كان عندك دافع. اسمع يا باشا، أنا راجل ليا اسم وليا سمعة. أنا ما مديش إيدي على بنت، وبعدين لو كنت ناوي أعمل حاجة كنت عاملها من زمان، مش بعد ما الدنيا نست. الضابط بصله بعين الشك، لكن ما كانش عنده دليل كافي، فسابه ومشي. رجع القسم وطلب تفريغ كاميرات الشارع اللي حصلت فيه الجريمة. وبعد ساعات من التدقيق
ظهر شخص مجهول لابس جاكيت غامق ووشه مغطى بكاب، ماشي ورا ناهد الساعة 5:30 الصبح، ووقف بعيد وهي بتعدي، وبعدها اختفى من الكادر. لكن لقطة واحدة شدت انتباه حسن أكتر. ناهد وهي معدية بصت ناحيته، مش نظرة عادية، كانت نظرة خوف، كأنها شافته وعرفته، يعني كانت عارفة مين وراها. الضحية كانت شايفة اللي جاي. رجع حسن لكلام مصطفى وسأله تاني: يا مصطفى، انت متأكد ان اختك ما قالتلكش مين اللي كانت خايفة منه؟ له والله يا باشا، كانت بتقول لي بس لو جرالي حاجة افتح الدرج اللي في الدولاب. درج؟ ايوه، كان مقفول دايما. الضابط خد اذنه وطلع على شقتها، شقة صغيرة في الدور الأرضي، ريحتها كانت لسه فيها ورد دبلان. فتح الدرج ولقى جواب مكتوب عليه: لو حصل لي حاجة اقرأ الجواب ده. فتح الورقة وبدأ يقرأ: أنا ناهد، لو الجواب ده اتفتح يبقى أنا خلاص مشيت. الشخص اللي بيهددني هو واحد كنت بحبه زمان، اسمه حسن، وكان شغال ضابط في الداخلية. لاحظ ضابط حسن على العنوان ولقاه ساكن لوحده في شقة متهالكة. خبط الباب، مفيش رد. كسر الباب ولقى الشقة معجورة، بس على الحيطة كانت مرسومة وردة حمراء كبيرة وتحتها صورة لناهد متعلقة بإبرة. القاتل كان بيبعت رسايل وكانت شايفاها. المكان ريحته خنقة، تراب وعرق قديم وريحة حاجة مش مفهومة، زي ما تكون مزيج بين عطر رجالي بايت وورد ميت. الضابط حسن كان واقف في وسط أوضة مليانة ورق مبعثر، صور ومجلات قديمة، وكأن صاحب المكان عايش في زمن تاني. لكن الحاجة اللي شدت انتباهه كانت دفتر كبير جلده مقشر ومرسوم عليه وردة حمراء. فتح الدفتر وبدأ يقرأ: هي خانتني، كانت ليا وروحت لغيري، قالت لي احنا ما ننفعش لبعض، أنا عايز أعيش مش أختفي تحت جناحك، وهي مش عارفة إن أنا اللي عملت لها جناح أصلا. من يوم ما قالت لي انسى وأنا عارف إن نهايتها هتكون بإيدي. كل ست بتبيع ورد بتبيع حب، بس هي بعتني أنا، وأنا بعت لها وردة أخيرة. الورق ده كان بمثابة اعتراف كامل. حسن نبيل كان عايش في وهم، في قصة حب من طرف واحد، أو يمكن كان في يوم بينهم حاجة حقيقية، بس هو معرفش يتقبل الرفض، اتحول لهوس، لغيرة، لنية قتل. لكن لسه في حاجة مش مفهومة، ليه استنى كل الوقت ده؟ رجع حسن القسم وطلب تحليل بصمات من الشقة، وفي الوقت ده جاله تليفون من المخبر: باشا، لقينا حاجة ممكن تهمك، قول. طلع في واحدة كانت بتشتري ورد من ناهد كل يوم 2. الست دي جارتها في الشارع القديم، وقالت إنها آخر مرة شافتها كانت ناهد بتعيط وبتكلم واحدة في التليفون وبتقول لها: هو رجع تاني، أنا عارفة الريحة دي، والله هو. ريحة؟ أيوة، كانت بتقول إن ليه ريحة معينة بتسبق حضوره، عطر معين. الضابط حسن بدأ يدور في محلات العطور اللي حوالين المعادي، وفعلا في واحد قال: أيوة يا باشا، في زبون عندي كان بيشتري دايما نوع قديم من العطر اسمه نوير الخشب، بقاله 3 شهور بيطلبه مخصوص. شكله إيه؟ طويل، صلعة خفيفة، بشرة سمرة، وساكن على ما أظن في دار السلام. أكيد ده حسن نبيل. في اللحظة دي جت نتيجة البصمات، والبصمة اللي على وردة الباب كانت بتاعت حسن نبيل سرحان. اتحرك حسن فوراً ومعاه قوة وراحوا العنوان اللي في الملف، بس هناك لقوا الجيران بيقولوا إنه اختفى من يومين، وكان بيقول للناس: أنا خلصت. الضابط حسن قعد في مكتبه يحدق في الوردة السوداء اللي جات له في الظرف. كانت مختلفة تماماً عن باقي الورود اللي ظهرت في القضية، مش بس في اللون لكن حتى في طريقة التغليف. الوردة السوداء كانت مربوطة بشريط أسود حرير، مش الشريط الأبيض اللي كان بيستعمله حسن نبيل. يعني ببساطة في حد تاني دخل اللعبة، دخل عليه المخبر كامل وقال: باشا، أنا راجعت الكاميرات حوالين الاسم. الظرف اتساب على إيد ولد صغير عند الباب، والولد جري ومشينا وراه لحد شارع عبد الله بن رواحة. بعد كده اختفى وسط الزحمة. حد مأجر ولد علشان يبعتوا رسالة تهديد لضابط مباحث.
واضح إن القضية لسه ما خلصتش يا باشا. حسن مسك الوردة وقرب من مناخيره. ريحة مختلفة تماماً، ريحة ورد صناعي، بس في حاجة كيميائية واضحة. نادى على خبير المعمل الجنائي وقال له: شم الوردة دي وحلل لي أي مادة ممكن تكون متغلفة بيها. بعد كام ساعة جاله الرد: الوردة متغلفة بمادة كربوليك أسيد خفيفة جدا، بس بترمز لحاجة واحدة: الموت البطيء. اللي بعت الوردة مش بيهدد، ده بيلعب لعبة نفسية وباحتراف. بدأ حسن يرجع تاني لأول يوم في التحقيق، وبدأ يسأل سؤال مهم: ليه ناهد؟ يعني حتى لو حسن نبيل مجنون، ليه يستنى سنين ويرجع يقتلها بالشكل ده؟ وليه التهديد بدأ من وقت قصير مش من وقت ما اتفصل من الداخلية؟ رجع يدور في سجل ناهد، علاقاتها القديمة وأماكن شغلها، وهنا لقاه اسم منسي مكتوب بخط رفيع في بلاغ قديم. ناهد كانت شاهدة فيه من 4 سنين قضية تخص واحدة ماتت منتحرة في قهوة شعبية، وناهد كانت موجودة هناك وقتها. اسم البنت ياسمين عبد السلام، والصاحب اللي كان قاعد معاها وقتها ضابط صغير في المرور اسمه وقتها النقيب مصطفى حسن. حسن قلب الصفحة وعينه وسعت. مصطفى حسن هو نفس مصطفى أخو ناهد، لكن لما واجه مصطفى زمان قال له إن ناهد هي اللي ربته بعد موت أمهم، يبقى في حاجة غلط. استدعى حسن مصطفى تاني للاسم وسأله: مصطفى، انت قلت لي انك أخو ناهد. أيوة يا باشا. وأمهم ماتت من سنين؟ أيوة. طيب عندك شهادة وفاة الأم؟ موجودة في البيت. تمام، بس عندي سؤال تاني. ناهد ليها أخت؟ نمهاش. طب إزاي اسم ياسمين عبد السلام في قضية قديمة واللي شهدت فيها كانت ناهد وتم تسجيلها على إنها أختها؟ سكت مصطفى ووشه شحب. اسمع يا مصطفى، انت مخبي حاجة، ولو ما اتكلمتش دلوقتي هعتبرك شريك. ناهد مش أختي، هي أمي. إيه؟ أيوة، أمي خلفتني وهي عندها 17 سنة من علاقة غير شرعية، وسمتني مصطفى على اسم أبويا اللي ما شفتوش. وإزاي بتقول إنها أختك؟ علشان لما كبرت هي كانت خايفة عليا من المجتمع ومن أبويا لو عرف مكاننا، فربتني على إني أخوها. وأبوك تعرفه؟ للأسف أيوة. مين هو؟ هو الضابط اللي كان معاها زمان، النقيب مصطفى حسن. أبوك هو مصطفى حسن؟ أيوة، سابها وهي كانت بتكتم كل حاجة، ولما ياسمين أخت ناهد من الأم انتحرت بسبب علاقة شبهها مع نفس الراجل، ناهد قررت تشهد وتخليه يدفع الثمن. مفيش حاجة حصلت، كل حاجة اتقفلت، ومن ساعتها ناهد عاشت في رعب. الضابط حسن وقف مصدوم. الموضوع بقى أكبر من جريمة قتل واحدة، ده مسلسل طويل من الإهانة والكبت والغدر والسكوت. ومصطفى اللي كنا فاكرينه بريء قال كلمة خلت كل حاجة تتقلب. أنا كنت فاكر القاتل حسن نبيل، لكن دلوقتي بدأت أشك. إن يا باشا؟ نعم. أنت اسمك حسن مش كده؟ أيوة، بس إيه علاقة ده؟ كل اللي ناهد كانت بتحس بيه بدأ لما أنت ظهرت في الاسم من 3 شهور. حسن حس إن الأرض بتتهز تحت رجليه. هو ممكن يكون فعلا جزء من اللغز بس مش بمزاجه. لكن قبل ما يفتح بقه دخل مخبر وقال: يا باشا، في واحد سلم نفسه في الاستقبال. مين؟ بيقول إنه اللي بعت الوردة السوداء. اسمه إيه؟ قال اسمه مصطفى حسن. الضابط حسن نزل بنفسه للاستقبال. كان الجو خانق وكل العساكر سكتين، كأن في حاجة مش طبيعية حصلت. واقف قدامهم راجل شكله عادي جدا، بدقن خفيفة، لابس لبس معندم وعينيه ميتة، بس واقف بثقة غريبة. حضرتك مصطفى حسن؟ أيوة، اللي بعت الوردة السوداء؟ بالظبط. وبتسلم نفسك؟ أما سلمتش نفسي يا باشا، أنا جيت أتكلم. تعال على المكتب. في أوضة التحقيق الضابط حسن قعد قدامه وفتح مسجل الصوت. انت عارف ان كل الأدلة بتشير ان حسن نبيل هو اللي قتل ناهد؟ أيوة، بس حسن نبيل كان مجرد ستار. يعني ايه؟ ناهد كانت ضحية قديمة،
اتأذت من أكتر من راجل، بس محدش فيهم قتلها. أنا اللي قتلتها. الضابط حسن قام واقف فجأة ووشه اتغير. أنت بتعترف؟ أيوة. ليه؟ علشان ناهد كانت الشاهد الأخير في حياة كلها كذب، وأنا كنت عايز أدفن كل ده. أنا مش فاهم، أنت كنت تعرفها؟ أنا ابن الراجل اللي كان السبب في وجعها، ابن النقيب مصطفى حسن اللي دمر حياتها زمان. يعني أنت ابن مصطفى؟ أيوة، بس ناهد كانت كل شوية تكتب وتسجل وتحاول تفضح أبويا حتى بعد ما مات، وكل مرة تقرب من الحقيقة كنت ببعدها. بس لما اكتشفت إنها كتبت جواب أخير وبتحضر لبلاغ رسمي في النيابة، قررت أسبقها. قررت أخلص الوردة اللي فضلت عايشة في العتمة. بس أنت إزاي قتلتها؟ كل الشهود شافوا حسن نبيل متتبعها. حسن نبيل كان بيدور عليها فعلا وكان بيهددها، بس أنا اللي كنت دايما خطوة قبله. أنا اللي طعنتها في الجنينة بعد ما طلبت منها تيجي تقطف الورد زي كل يوم، وكان معايا نسخة من مفاتيح الجنينة ومن سلة الورد بتاعتها. والمفاجأة هي عرفتني، وهي بتموت كانت باصة في عينيا وسكتت. ما كنتش خايفة، كانت حزينة. الضابط حسن قال وهو بيخنق غضبه: انت قتلتها بس علشان تسكت؟ انا قتلتها علشان ما يفضلش صوت يرميني في وش ابويا كل يوم. انا كنت عايز ابقى شخص طبيعي مش ابن الجاني، بس هي كانت شايفة ان كلنا لازم ندفع. سكت شوية ومد ايده في جيبه وطلع ظرف صغير وقال: وده لسه فيه ورد ناقص يا باشا. فتح حسن الظرف ولقى فيه وردة حمراء مش سودة، وتحتها ورقة مكتوب فيها: ناهد كانت الوردة الأولى، بس فيه ورد تاني اتأذى ولسه مستنيني. الضابط حسن قال بسرعة: انت ناوي تقتل تاني؟ في آخر اليوم بعد ما مصطفى حسن اترفعت عليه قضية قتل رسمي، كان الضابط حسن قاعد لوحده ومسك الوردة الحمراء اللي جات له في الظرف الأخير، قربها من مناخيره. بس المرة دي مفيش ريحة، كانت وردة بلا ريحة زي الضحايا اللي ماتوا وسابوا وراهم صمت طويل. في اليوم اللي بعدها وقف الضابط حسن قدام قبر ناهد. المقابر كانت ساكتة والجو حر، بس الهوا كان بيعدي زي همسة بتقول حاجة مش مفهومة. هو ما كانش يعرفها قبل كده، بس دلوقتي حاسس إنه عارفها أكتر من ناس عاشوا معاها سنين. بص على التربة وقال بصوت واطي: يمكن اللي قتلك كان مجنون، ويمكن كان متألم، بس انتي كنتي صوت وسط العتمة، وده في الزمن ده جريمة لوحده. طلع وردة حمرة من جيبه وحطها على التربة وقال: الورد بيتنسى بس ريحته بتفضل. رجع وهو شايل في قلبه تقيل، مش من الجريمة بس، لأ، من اليقين إن الدنيا فيها ناس بتموت مش لأنها غلطت، لكن لأنها رفضت تسكت. وملف القضية تقفل، لكن في دولابه بين أوراق كتير كان في ظرف صغير مكتوب عليه بخط إيد ناهد: لو يوم حسيت إن الدنيا ما فيهاش عدل، اقرأ ده وافتكر إني كنت واقفة حتى وإيدي فيها وردة وفي قلبي طعنة. وساعتها الضابط حسن ابتسم ابتسامة باهتة. الملف اتقفل، لكن الوجع لسه مفتوح.